طلابنا الأعزاء، نترككم الآن مع برنامج المراجعة الشاملة والمباشرة المتفوقون ومادة الأحياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طلابنا طلاب الصف الثاني عشر علمي، أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في شرح لمادة العلوم الحياتية. طبعا إن شاء رب العالمين سأكون معكم أنا الأستاذ إبراهيم إدعيج، ومن خلف زجاج المراقبة معنا المهندس الصوت الرائع الأستاذ هاني أبو عنزة. سنكون معكم خلال ساعة ونصف إن شاء رب العالمين في تتمة لمادة الوراثة، تمام، لما سبق أن طبعا قطعنا فيها شوط. اليوم وصلنا لعند الصفات المرتبطة بالجنس. سنكمل إن شاء الله من الصفات المرتبطة بالجنس، نحاول إنه نصل إن شاء الله لارتباط الجينات والعبور بإذن الله. فأهلا وسهلا بكم. خلينا نبدأ الآن إن شاء الله، ما نضيعش وقتنا، تمام، في الصفات المرتبطة بالجنس. تمام، خلينا نشوف، يعني طبعا بنرحب بكم جميعا، محمد، فطوم، ابتهال. طبعا خلينا الآن نشوف مع بعض إن شاء رب العالمين إيش يعني الصفات المرتبطة بالجنس. طبعا احنا الآن في عندنا كروموسومين جنسيين، في عندنا كروموسومات جسمية وفي عندنا زوج من الكروموسومات الجنسية، الإكس والواي في الإنسان والثدييات وذبابة الخل. بينما اللهم صل على سيدنا محمد في الطيور والفراشات عكس الإنسان، الأنثى هي الإكس واي والذكر هو الإكس إكس. فقلنا بدال ما إلا هو الطلاب يصير عندهم يعني تداخل في المفاهيم وشوية هيك ربكة، فقلنا بدنا نطلق على الإكس زد وعلى الواي دبليو. تمام، فالآن الكروموسوم الجنسي إكس والكروموسوم الجنسي واي وجدوا أن الواي أو الدبليو بيحمل جينات معظمها فقط مسؤول عن تحديد الجنس، فقط مسؤول عن تحديد الجنس وتمايز الأعضاء التناسلية أثناء النمو. بينما الكروموسوم الجنسي إكس يحمل جينات مسؤولة عن تحديد الجنس عند الإناث، وجينات لصفات أخرى لا علاقة لها بتحديد الجنس. تمام، هذه الصفات اللي جيناتها محمولة على الكروموسوم الجنسي إكس أو زد بسميها الصفات المرتبطة بالجنس. الصفات المرتبطة بالجنس طبعا هي صفات تحمل عواملها الوراثية على الكروموسوم الجنسي إكس أو واي. طبعا هم إن شاء الله بيجوا معاكم إلا في الجامعة، لكن احنا الآن مطلوب معنا فقط الكروموسوم الجنسي إكس. في معنى أمثلة لصفات مرتبطة بالجنس: صفة عمل ألوان، وصفة نزف الدم، وصفة عسر النمو العضلي. الآن أنا كيف بكتب الصفة المرتبطة بالجنس؟ باجي بقول طبعا عندي إكس واي الذكر في الإنسان مثلا، وإكس إكس الأنثى. الآن الذكر المصاب بقول إكس بي سمول واي مثلا بعمل ألوان. الذكر السليم إكس بي كابيتال واي. الأنثى المصابة طبعا بتكون إكس بي سمول إكس بي سمول. أما الأنثى السليمة فقد تكون سليمة نقية إكس بي كابيتال إكس بي كابيتال، أو تكون أنثى حاملة، هي سليمة ولكن حاملة لعامل المرض،
فبتكون اكس بي كابيتال اكس بي سمول. تمام. طيب الآن خلينا نبدأ نشوف بعض الأسئلة اللي متعلقة بالموضوع. أول شيء لو جانا سؤال مثلا قالنا ما هو الكروموسوم الجنسي الذي يرثه محمد من والده المصاب بنزف الدم. تمام. الآن الخيارات ألف واي، باء إكس اتش سمول، جيم إكس اتش كابيتال، دال إكس. تمام. إذا الله يفتح عليك. هاي ما شاء الله على هبة وهي ابتهال على طول مباشرة حلوا. هذا السؤال ورد في الامتحان. ما هو الكروموسوم الجنسي الذي يرثه محمد من والده المصاب بنزف الدم؟ طبعا منيح. طبعا يا حسان ما شاء الله يا إبراهيم محمد رائعين جدا. أملي برضو رائع جدا رائع جدا. كلكم واي فعلا واي. أبوه إيش ما يكون أنا ما بتفرق معاي. تمام. ما بتفرق معانا، ولكن طبعا إنه بياخذ من أبوه واي. إيش ما يكون صفته طبعا أبوه إيش يكون مصاب سليم، الولد بياخذ من أبوه إلا هو. طيب خلينا الآن نحل سؤال صغير. سين. تزوج شاب شعره على شكل قمة أرملة جي كابيتال غير محدد بالنسبة لعمل ألوان من فتاة شعرها بخط مستقيم سليمة من عمل ألوان. طبعا شعرها بخط مستقيم جي سمول لأنه صفة متنحية من عمل ألوان، فأنجبا بنت شعرها بخط مستقيم مصابة بالعمى اللوني. حدد الطرز الجينية للأبوين والبنت. ما احتمال إنجاب ولد شعره بخط مستقيم سليم من عمى الألوان؟ الآن السؤال تمام. صغير الخط. السؤال شاب شعره على شكل قمة أرملة. طبعا احنا قمة الأرملة اللي هي السبعة اللي بتكون قدام في الشعر. تمام. غير محدد بالنسبة لعمل الألوان، مش معروف، سليم مصاب. تمام. تمام تمام إبراهيم. تمام يا فطوم يعني ما شاء الله. بس يا ريت إن ماشي حاولوا بالرموز نحلها ونشوف الاحتمال. تمام يا ابتهال. تمام تمام ماشي ما شاء الله يعني إجابات رائعة. لسه ما خلصت كتابة السؤال وهيكم بدأتوا تجاوبوا، يعني هذا للأمانة إشي رائع جدا وإشي بيبسط. تمام 100%. طيب يعني الحمد لله الإجابات طيبة. الآن أنا باجي بعمل خط أو صندوق اللي بسميه هذا لتحديد الطرز. فهي الزوج، الزوجة، البنت. الآن هاي الشعر، هاي عمى الألوان. الآن الزوج شعره على شكل قمة أرملة، يا جي كابيتال جي كابيتال يا جي كابيتال جي سمول. الزوجة شعرها بخط مستقيم والبنت شعرها بخط مستقيم. تمام. فإذا بقول الزوج مستحيل يكون جي كابيتال جي كابيتال. تمام. لأنه البنت بتاخذ جي سمول من الأب وجي سمول من الأم. طيب نيجي الآن على عمل ألوان. قالنا الشاب مش محدد، يعني يا سليم
يا مصاب. طيب الزوجة سليمة، اكس بي كابيتال اكس بي كابيتال أو اكس بي كابيتال اكس بي سمول، البنت مصابة. فقولا واحدا الأب لازم يكون مصاب والأم لازم تكون حاملة لعامل المرض، لأنه خلفوا بنت اكس بي سمول اكس بي سمول، واحدة من الأب وواحدة من الأم. طب خلينا الآن إذن الزوج بيكون جي كابيتال جي سمول اكس بي سمول واي، الزوجة جي سمول جي سمول اكس بي كابيتال اكس بي سمول. الآن لو طلب مني إلا هو أزاوج أو أعمل جاميطات بعمل، خلينا نرجع على الاحتمال الآن، فبقول بعمل عزل صفات. دائما في الاحتمالات أنا أفضل طريقة عندي هي عزل الصفات. فهي جي كابيتال جي سمول جي سمول جي سمول بخط مستقيم نص وقمة أرملة نص. الآن اكس بي سمول واي اكس بي كابيتال اكس بي سمول حيعطيني اكس بي كابيتال اكس بي سمول اكس بي سمول اكس بي سمول اكس بي كابيتال واي اكس بي سمول واي. تمام. فالآن أنثى سليمة ربع، مصابة ربع، ذكر سليم ربع، وذكر مصاب ربع. فالآن ذكر سليم عمل ألوان ربع ضرب بخط مستقيم نص، والإجابة تساوي 8 كما أجبتم. تمام. فالآن أنا هان ما بضرب في نص، تمام، لأنه الذكر واضح والبنت إيش واضحة. تمام. ففي حالة الصفات المرتبطة بالجنس ما بنضرب في نص نهائي. تمام. على أساس أنه إيش الذكور موجودة عندي ومحددة، والإناث طبعا نفس القصة. طيب تمام. نشوف سؤال آخر صغير. سؤال ورد أعتقد 2017. تزوج شاب الأجسام المضادة في بلازما دمه من نوع B فقط وغير محدد بالنسبة لنزف الدم من فتاة سليمة من نزف الدم، فأنجب بنت فصيلة دمها B مصابة بنزف الدم، لم تنجح عملية نقل الدم من الزوجة إلى الزوج، ولكنها نجحت من الزوج إلى الزوجة. طيب يا وائم، احنا يعني بالنسبة على أساس وائم يعني بيسأل لأنه احنا عندنا شعر بخط مستقيم نص وشعر على شكل قمة أرملة نص. تمام يا وائم. فالآن إذا أنا قلت ما احتمال إنجاب ولد شعره بخط مستقيم، فأقول نص. ربع اللي هو إيش سليم، فنصف ربع ويساوي 8 يا وائم. تمام. طيب ولكنها نجحت من الزوج إلى الزوجة. المطلوب حدد الطرز الجينية للأبوين ما احتمال إنجاب بنت فصيلة دمها B سليمة من المرض. تمام. يلا نشوف الآن السؤال.
كيف ممكن نحل؟ هبة الأب A، طب والأم يا هبة؟ طيب يا محمد احنا بس نمشي الوحدة الثانية بعدين بنشوف الوحدة الثالثة، يعني احنا الآن الوحدة الثالثة بسيطة يعني كلها حفظ وكلها ما فيش فيها إشي، تمام؟ ولكن تمام، الاحتمال 1/16. طيب تمام نور، ممتازة، ممتازة يا نور، ممتازين يعني للأمانة إجابات رائعة جدا. خلينا إجاباتكم حلوة وصريمة ودقيقة إن شاء الله بتكون 100%، ما شاء الله عليكم يعني حاجات طيبة. طيب الآن باجي بقول الزوجة البنت، تمام؟ نشوف الزوج الأجسام المضادة في بلازما دمه من نوع B، يعني أكيد بتكون فصيلة دمه إيش؟ إيه، ما دام الأجسام المضادة في بلازما دمه من نوع B يعني إيش فصيلة دمه إيه، فبيكون يا IA IA يا IA I سمول. الزوجة مش محددة، الآن أنجبوا بنت فصيلة دمها B، معناته يا IB يا IB I سمول، تمام؟ طيب الآن البنت أكيد الأب مستحيل يكون IA والبنت مستحيل تكون IB. تمام؟ لأن فطم إن شاء الله حجاوبك على تعدد الجينات تقلقيش. تمام؟ IA مستحيل يكون لأنه أنجب بنت فصيلة دمها B، والبنت مستحيل تكون IB لأنه أبوها فيش عنده IB يعطيها. إذا البنت أخذت الI سمول من الأب والIB من الأم. طيب الزوج فصيلة دمه A، طيب الزوجة بتكون يا B يا AB، وزي ما اتفقنا قال لي الآن لم تنجح عملية نقل الدم من الزوجة إلى الزوج، طب لا البي بيعطي A ولا الA B بيعطي A، طب والحل؟ كمل، قال لي ولكنها نجحت من الزوج إلى الزوجة، من الزوج إلى الزوجة. الA بيعطي مين فيهن؟ بيعطي AB، فبتكون فصيلة دم الأم AB، تمام؟ الآن البنت أنجبوها مصابة بنزف الدم، الأب يا بيكون سليم يا بيكون مصاب، بس لازم يكون مصاب لأنه أنجب بنت اللي هو إيش؟ مصابة، تمام؟ الآن عندي XH كابيتال الأم يا XH كابيتال يا XH كابيتال XH سمول، بشطب XH كابيتال لأنه أنجبوا بنت إيش؟ بنت مصابة. فإذا الزوج بيكون IA I small XH small y، الزوجة IA IB XH كابيتال XH small، تمام؟ طيب الآن قلنا طفل فصيلة دمها B، لو عملنا عزل صفات IA IB ضرب IA I small، حنلاقي IA I small IA IB I small. فصيلة الدم A نص، ال AB ربع، ال B ربع، تمام؟ لو جينا زوجنا XH small Y مع XH كابيتال XH small، هي XH كابيتال XH small XH small XH small XH كابيتال Y XH small Y، فالبنت فصيلة دمها طبعا سليمة ربع، تمام؟ وفصيلة دمها بربع، إذا الربع ضرب ربع ويساوي 1/16، تمام؟ 1/16، ممتاز يا دهب، ماشي؟
فإذا الإجابة بتكون 1/16 لو عملنا عزل صفات. تمام ماشي. السؤال: لو كانت الأم حاملة والأب سليم وطلب بنت سليمة، حط مرة احتمال سليم ومرة احتمال حاملة. لا طبعا احنا يا إحسان احنا بنجيب الإجابات بتكون موحدة. يعني قصدي إنه ما بيكون أكثر من احتمال للسؤال، لازم يكون إيش؟ لازم يكون إلا هو إيش الإجابة محددة ودقيقة. يعني ما بنخليك تحط احتمالين، لازم يكون للسؤال بس احتمال واحد فقط. تمام. طيب في بتقول لو سمحت ممكن تحل السؤال: اكتب باستخدام طريقة الخطوط المتفرعة طرز الجنين الأفراد الناتجة من تزاوج فردين يحملان. تمام. احنا يعني قصة الخطوط المتفرعة، تمام، انه انت بتمسك كل صفة على حدة. تمام. كل صفة على ايش؟ على حدة. ولما تمسك كل صفة على حدة بالزاوجة، تمام، اذا كان في فرد، عشان نطلع عن نص الموضوع الان. هاي عندي ايش؟ مثلا او ار دي دي مع كابيتال A سمول ار كابيتال ار سمول دي سمول دي سمول. هذا سؤال يعني على قصة الخطوط المتفرعة. تمام. نور ليش مثلا ما يكون احتمال فصيلة بثلث؟ ليش ثلث؟ أنا عندي 4 يا نور. تمام. ما دام عندي 4 كل واحد احتماله ربع، الA ربعين يعني نص، بظل الA B ربع والبي ربع، ما في ثلث، ما في عندي شيء مات عشان أقول ثلث أو إلى آخره. تمام. فأعتقد أنها واضحة. فالآن احنا بنيجي إيش بنعمل مثلا هان؟ بنيجي بنمسك كل صفة على حدة. أنا بدي يعني بدي أعطيك الطريقة عشان ما أضيعش وقت السؤال لأنه وقتنا محدود. فالآن أنا بزاوج كل صفة على حدة. تمام. ضرب A كابيتال A سمول. ماشي. هذه إيش؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. فإيش حيعطيني لما زوجهن A كابيتال A سمول مع A كابيتال A سمول؟ تمام. حيعطيني A كابيتال A كابيتال A كابيتال A سمول. تمام. خلينا بس لما زوج A كابيتال A سمول A كابيتال A سمول ايش حيعطيني؟ حيعطيني A كابيتال كابيتال A كابيتال كابيتال A سمول و A سمول A سمول. تمام. على اساس الاي كابيتال A سمول A كابيتال A سمول باخذ واحدة منها. طب بعدها بزاوج ار كابيتال ار سمول مع ار سمول ار سمول، باجي بوزع. حيعطينا ار كابيتال ار سمول ار سمول ار سمول كابيتال ار سمول ار سمول ار سمول ار كابيتال ار سمول ار سمول ار سمول. هذا بسميها طريقة الخطوط المتفرعة. انا صحيح ما بجيبهاش يعني كثير. تمام. في عندي الثالثة دي كابيتال مع دي سمول دي سمول. طبعا كل واحد بتاخذ دي كابيتال دي سمول. فتيجي بتقري طبعا A كابيتال A كابيتال مثلا انا بدي احل اول واحده A كابيتال A كابيتال R كابيتال R سمول D كابيتال D سمول، وبتصير تقرا وبتصير تكتب يا بتول. تمام. بالطريقه هذه يعني تصير تمسكي اللي هي بالطريقه هذا. خلينا نغير اللون على اساس اوضح لك اياه كيف بدك تقري. تمام. بتصير تقراي بالصوره هذه. هاي بتكتبي، بعدين بتيجي بالطريقه هذه. A كابيتال A كابيتال R سمول R سمول D كابيتال D سمول، وهكذا. تمام. ماشي. طيب وضحت الصورة يا بتول؟ خلينا نكمل الآن موضوعنا. تمام. منيح. هبة ايش يعني ايش قصة الثلث يا هبة؟ يعني انا مش عارف ليش انت مصرة على قصة الثلث. تمام. احنا قلنا 4 بقسم على 4. تمام. واضحة يعني. أما قصة الثلث الآن حنجي لها، يعني الأسئلة اللي فيها ثلث. طيب خلينا ناخذ أنماط على الصفات المرتبطة بالجنس ونشوف لنا سؤال. في سلالة من النسور الاستوائية أجري تزاوج بين ذكر
بني الريش بكابيتال مع أنثى بيضاء الريش بسمول، فكان الناتج ألف نصف الذكور بنية ونصفها بيضاء، ب نصف الإناث بنية ونصفها بيضاء، فالسر وراثي. تمام. نشوف الآن يلا نشوف الآن نشوف ممكن كيف نحل. تمام يا ابتهال. احنا عندنا قاعدة واحد بتقول تقسيم الأبناء إلى ذكور وإناث في العادة بتكون الصفة مرتبطة بالجنس، صفة مرتبطة بالجنس. طبعا احنا يعني على أساس قصة تعدد الجينات أو الجينات المتعددة. تمام. الجينات المتعددة يا فطوم زي قصة صفة الطول. تمام. الصفات اللي فيها تدرج إنه الصفة الواحدة يتحكم فيها أكثر من زوج من الجينات، أكثر من زوج من الجينات، تحتل مواقع مختلفة على إيش؟ على أزواج الكروموسومات المتماثلة. وتظهر الصفة بشكل إيش؟ بشكل في متدرج، بشكل متدرج، أو تعمل هذه الجينات على إظهار الصفة بشكل إيش؟ بشكل متدرج. يكون لهذه الجينات أثر تراكمي، كلها بتصب في نفس المعنى، إنه كل ما زاد عدد الجينات السائدة كل ما ازدادت درجة ظهور الصفة. تمام. هذا بالنسبة لتعدد الجينات، إنه الصفة الوراثية وبعض الصفات الوراثية يتحكم في الصفة أكثر من زوج أو زوجين أو أكثر من الجينات تعمل على إظهار الصفة بشكل تراكمي. تمام. طيب نشوف الآن الصفة. يعني هي هبة ذكرت لنا. تمام. طيب يا هبة تمام، بس إيش بدنا نحطها يا نور؟ نور ممتازة. تمام. إحسان رائعين رائعين ما شاء الله عليكم. هذه صفة مرتبطة بالجنس. الآن أنا بحدد النظام الكروموسوم الجنسي اللي بدي أشتغل عليه. النسور طبعا من الطيور، فبقول الأنثى زد دبليو والذكر زد زد. ليش يا أستاذ مرتبطة بالجنس؟ لأنه قسمنا الأبناء إلى ذكور وإناث. فبقول الأنثى إيش؟ بيضاء بي سمول، الذكر يا زد بي كابيتال زد بي كابيتال يا زد بي كابيتال زد بي سمول، بس على أساس إنه أنجب ذكور بيضاء تمام وإناث بيضاء بيكون زد بي كابيتال زد بي سمول. طبعا هي زد بي سمول دبليو زد بي كابيتال زد بي سمول، وبنزاوج وبنشوف هل طلعت معنا النتيجة صح ولا لا. هي ذكر بني، ذكر أبيض، أنثى بنية، أنثى بيضاء. تمام. فإذا هذه طريقة حل السؤال عندما يقسم الأبناء إلى ذكور وإناث. ماشي؟ طيب خلينا ناخذ القاعدة نمبر 2، القاعدة 2. في سلالة من الأبقار لون شعر الذكور بني أو أحمر، أما لون شعر الإناث فهو بني
أو أحمر أو طوبي. أوجد ناتج تهجين ذكر أحمر لأنثى طوبية. تمام. الآن طيب هي بس سيادة غير تامة، رائع جدا، ممتاز، هي سيادة غير تامة صحيح. طيب ايش بدي خليني مثلا احلها بطريقة مرتبطة بالجنس او طريقة اللي هي اللي اخذناها الطريقة العادية؟ تمام. في عندي قاعدة 2، اختلاف عدد الطرز الشكلية بين الذكور والإناث بتكون سيادة غير تامة مرتبطة بالجنس. سيادة غير تامة مرتبطة بالجنس. تمام. أوكي. كيف يعني؟ طلع أنا عندي بني وعندي أحمر وعندي طوبي، قولا واحدا قولا واحدا. تمام. إنها إيش؟ سيادة غير تامة. فبقول البني بي، الأحمر آر، الطوبي بي آر. حلو. طب إيش بدي خليني أحملها على الكروموسومات الجنسية؟ باجي بطلع الذكور بني أو إيش؟ أو أحمر. الإناث بني أو أحمر أو طوبي. لاحظ أنه في اختلاف في عدد الطرز الشكلية بين الذكور والإناث، سيادة غير تامة، ولكن لأنه ميز وفصل الذكور عن الإناث فبتكون سيادة غير تامة مرتبطة بالجنس. تمام. ممتاز يا إحسان، ممتاز يا اتهاد. طيب الآن بدي أحدد نظام الكروموسوم الجنسي اللي بدي أشتغل عليه، فبقول هذه ثديات، الأبقار ثديات. منيح. الذكر قال لي إيش؟ أحمر لأنثى طوبية. لاحظ عزيزي الطالب إنه الذكر مستحيل يكون طوبي لأنه الواي بيحملش، عشان هيك لون الذكور بني أو أحمر، أما الإناث أحمر أو بني أو طوبي. طبعا الآن صارت الوضع سهل. هاي إكس بي، هاي واي، هاي إكس، آسف إكس آر. تمام. إكس بي إكس آر طبعا، وبنحل إكس بي إكس بي إكس بي إكس آر، إكس بي كابيتال واي، إكس آر كابيتال واي. تمام. أنثى بنية، أنثى طوبية، ذكر بني، وذكر أحمر. تمام. فإذا عادة لما يكون اختلاف عدد الطرز الشكلية بين الذكور والإناث بتكون سيادة غير تامة مرتبطة بالجنس. ماشي. أو أنه يقسم، يكون 3 طرز. تمام. ويقسم إلى ذكور وإناث أيضا بتكون إيش؟ مرتبطة بالجنس. طيب نشوف السؤال البسيط وبعدين بناخذ سؤال على القاعدة الثالثة. وجد، هذا ورد في الامتحانات كثير السؤال، مربي طيور أن ربع البيض المخصب الناتج في مزرعته لا يفقس، وكان أو أن ثلثي الناتج من الذكور. فسر وراثيا. تمام. طيب ممتاز يا وئام، جينات قاتلة حلوين. طيب جينات قاتلة، لكن ايش بدنا نعمل فيها؟ ما هو الجينات القاتلة أنواع. كيف بدي أعمل؟ تمام. تمام. حلو. تمام إبراهيم. تمام ممتازين. أنا عندي جينات قاتلة صح. في عندي قاعدة 3 بنقول موت ربع النسل وتقسيم الأبناء
إلى ذكور وإناث، بنقسم الأبناء إلى ذكور وإناث، بتكون جينات قاتلة مرتبطة بالجنس. جينات قاتلة مرتبطة بالجنس. تمام، ممتاز يا هبة، ممتازين رائعين، تفاعلكم رائع جدا للأمانة. طيب الآن أنا كيف بدي أحدد إذا الصفة مرتبطة بالجنس؟ بقول بما أن هذا فيش داعي تكتبه طبعا، هذا إلك للفهم. بقول بما أن ربع النسل مات، إذن جينات قاتلة. بما أن الأبناء قسمت إلى ذكور وإناث، إذن جينات قاتلة مرتبطة بالجنس. نقسم، قال لي 2 ذكور إلى 1 إناث. طيب بما أن الأبناء الحية بطراز شكلي واحد، لم يذكر طرزين، يعني ما قاليش في الأبناء طويل وقصير، ما قاليش إنه أبيض وأحمر في الأبناء. ما دام ما ذكرش طرزين، إذا اللي مات مشوه والعاش طبيعي. تمام. طيب الآن هذه طيور زد دبليو مع زد زد. طب ما دام جينات قاتلة متنحية، معناته الأنثى مستحيل تكون متنحية، لأن لو كانت متنحية بتكون ميتة. الذكر بيكون بي كابيتال بي سمول، على أساس إيش؟ يموت ربع النسل. فلما تزاوج هاي زد بي كابيتال زد بي كابيتال زد بي كابيتال زد بي سمول زد بي كابيتال دبليو زد بي سمول دبليو. هاي ذكر يعيش، هاي 2 ذكور تعيش، أنثى تعيش، وهذه أنثى إلا هي تموت، أنثى تموت. تمام. فإذا هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للسؤال. طيب نشوف سؤال 2014، تمام، اللي ورد في الامتحان وورد على نمطه أسئلة كثير. تمام. خلينا نشوف سؤال 2014 إيش قلنا؟ قلنا في سلالة من الطيور أجري التزاوج بين ذكر أسود الريش قصير الأرجل مع أنثى بيضاء الريش قصيرة الأرجل، فكان النسل الناتج 15 ذكور رمادية إلى 15 إناث سوداء، 20 ذكور وإناث قصيرة إلى 10 ذكور وإناث طويلة. فسر وراثيا ما احتمال إنجاب أنثى سوداء طويلة. تمام. ما احتمال إنجاب أنثى سوداء طويلة. أوكي. هذا سؤال من أسئلة امتحانات نهاية العام 2014، وإجا 2020 زيه. تمام، بالضبط مماثل له. فخلينا نشوف إيش اللي ممكن تفكروا فيه في هذا السؤال وكيف طريقة حله. ممتاز يا ابتهال. الله يفتح عليك إحسان. تمام، ممتاز. طيب يعني جابتكم طيبة. نشوف كيف بدنا نحلل السؤال عشان نعرف نحله. نيجي لصفة اللون.
لاحظ عزيزي الطالب، يعني السؤال الصحيح كثير غلطوا فيه والله يعني في نهاية العام، تمام، وما جاوبوا بطريقة دقيقة. اللون في عندي أسود وعندي أبيض وعندي رمادي. هاي بي مثلا A B، سيادة غير تامة ما اختلفناش عليها، تمام. طيب الآن في اللون قسم الأبناء إلى ذكور وإناث، فمعناته بتكون سيادة غير تامة مرتبطة بالجنس. سيادة غير تامة مرتبطة بالجنس. تمام، تمام، سيادة غير تامة مرتبطة بالجنس. فبقول الأنثى زد AW، الذكر زد بي كابيتال زد بي كابيتال. نيجي على الطول، قال لي 20 ل10 يعني 2 ل1، 2 قصير إلى 1 طويل. ما فصل الذكور عن الإناث، ما فصل الذكور، قال لي ذكور وإناث، تمام. فمعناته مش مرتبطة بالجنس، مش مرتبطة بالجنس. فهنا يعني تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول، لكن تي كابيتال هي القصير وتي سمول هي الطويل. طب ليش يا أستاذ؟ لأنه أنا بقول في الجينات القاتلة المتنحية للقتل والسائدة مظهريا 2 سائد إلى 1 متنحي، 2 سائد إلى 1 متنحي، فبالتالي القصير هو السائد. وبقول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. فإذا هاي أنثى قصيرة وهاي ذكر قصير. فلو كتبنا الجاميطات تي زد A تي دبليو تي سمول زد A تي سمول دبليو. الذكر تي سمول زد بي تي كابيتال زد بي وتي سمول زد بي كابيتال. الآن نيجي على الاحتمال. صحيح يعني الاحتمال كثير برضو الطلاب ما جاوبوه، فبعمل عزل صفات. اعمل عزل صفات بلون ثاني نشوفها. فبقول تي كابيتال تي سمول مع تي كابيتال تي سمول. هاي تي كابيتال تي كابيتال كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي سمول تي سمول. هذا قصير نقي يموت. بظل عندي 2/3 قصير وثلث طويل. طب لو زوجنا زد اي دبليو مع زد بي كابيتال زد بي كابيتال حيعطيني زد اي زد بي وزد بي دبليو. احتمال أنثى سوداء نص وطويلة احتمالها ثلث، احتمالها ثلث. طلع يا دكتور هاني يعني بالاسم طبعا داخل باسم الولد. الآن أنا عندي قصير ثلثين وطويل ثلث، تمام، لأنه احنا اللي بيروح خلص راح، اللي مات هذا للبحر ما بحسبش نسبته، تمام. فبقول أنثى سوداء نص، طويل احتماله ثلث، فبيكون نص ضرب ثلث ويساوي سدس. وهان احنا ما بنضرب في نص، ما بنضرب في نص على أساس أنه الصفة مرتبطة بالجنس، تمام، الصفة مرتبطة بالجنس. لو ما كانتش مرتبطة بالجنس بقول سدس ضرب نص ويساوي 1/12، تمام. لكن هنا منيح بضع الصفة على ما هي عليه. طبعا بندير بالنا كويس من هذه منيح اللي هي الأسئلة، ماشي. بس نجاوب أستاذ بتول كيف بنجيب الاحتمال لما يكون عندنا في نفس السؤال صفتين مرتبطتين بالجنس. هذا إن شاء الله موضوعنا التالي اللي هو ارتباط الجينات بعد ما نخلص الصفات المتأثرة بالجنس. طيب الآن أعزائي الطلبة يعني نخرج لفاصل قصير إن شاء الله ونعود، فانتظرونا حتى نكمل الصفات المتأثرة بالجنس وارتباط الجينات. فاصل قصير ونعود بإذن الله. هنا إذاعة صوت التربية والتعليم 102.1 FM. أنا الطالبة بسام رائد الدراوي الحاصلة على معدل 98.7 بترتيب 10 على فلسطين والسادسة على قطاع غزة، بترتيب 10 على فلسطين والسادسة على قطاع غزة والثالثة على مديرية الوسطى.
بنصح طلاب العام القادم من الثانوية العامة إنهم يتابعوا دراستهم أول بأول من بداية العام كما أنا كنت أفعل. بدأت دراستي من بداية السنة، كنت أدرس كل مادة بأول بأول وأعتمد على كل المواد، خصوصا إنه في مواد اختيارية ما كنت أدرس مادة على حساب مادة أخرى، إني تابعت ال4 مواد حتى المواد الاختيارية. كنت أعتمد على إذاعة التربية والتعليم خاصة في مادة اللغة العربية. كنت أستمع للدروس الأسبوعية خلال الإذاعة وأبعث بالأسئلة عبر تطبيق الواتساب للأستاذ ويجيبني على الأسئلة خلال البث المباشر، وخصوصا أيضا موقع روافد كنت أحضر بعض الدروس المصورة عندما أريد فهم الدرس مرة أخرى. هناك امتحانات مجابة في موقع روافد كنت أعتمد عليها أيضا. وبنصح طلاب التوجيه أنهم يعتمدوا على إذاعة التربية والتعليم خصوصا بالمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة المراجعة النهائية. معك محمد خالد يونس من رفح. معك هاني من غزة. محمد جمعة من رام الله. وردة حبيب من غزة. معك لقاء حمودة من مدرسة عثمان بن عفان. نسمة من غزة. معك جمال من معي. معك عديد من مدرسة ممدوح صيدا من السراج. معك عبد السلام من منطقة الشعب. من منطقة الزبالي، أنا طالبة عندها في المدرسة. أنا ولاء من مدرسة تل الزعتر بالشمال. معك ضياء عدوان من صريف خليل. والله إني حبيتكم يعني بس ماليش من العصر بس معكم إني حبيت. صوت التربية والتعليم، صوت الطالب والمعلم، صوت الطالب والمعلم. عبر صوت التربية والتعليم كوكبة من أكثر المعلمين خبرة، تميزا وإبداعا في كافة التخصصات. عدنا والعود أحمد بإذن الله إن شاء الله. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم طبعا في تتمة لموضوع الوراثة الفصل الثاني. الآن سننتقل مع بعض إلى الصفات المتأثرة بالجنس. طب لو اجينا على الصفات المتأثرة بالجنس، أعطينا الشاشة بالله يا أستاذ هاني. منيح. هي صفات تحمل جيناتها على الكروموسومات الجسمية، ما لناش علاقة لا في الإكس ولا في الواي، ولكن عملها بتأثر بالهرمونات الجنسية. تمام؟ طيب كيف يعني مثلا يا أستاذ؟ في عنا صفة الصلع. الآن جين الصلع برمز له بالرمز بي. جين الشعر الطبيعي بي بلس. هذه الصفات الجينات محمولة على الكروموسومات الجسمية، ما لهاش علاقة لا في الإكس ولا في الواي. طيب الآن إذا اجتمع جين الصلع مع جين الشعر الطبيعي، جين الصلع في وجود الهرمون الذكري التستوستيرون بيسود على جين الشعر الطبيعي. تمام؟ فبتطلع اللي هي ايش؟ بيطلع الذكر أصلع. إذن جين الشعر الطبيعي وجين الصلع اجتمعن في الفرد. والله إذا كان في هرمون ذكري تستوستيرون، تمام، جين الصلع بيسود على جين الشعر الطبيعي فبيطلع الذكر أصلع. تمام؟ الآن جين الشعر الطبيعي في وجود الهرمون الأنثى والإستروجين، تمام، بيسود على جين الصلع. يعني جين الصلع إذا كان في شيء هرمون ذكري خلاص بيتطبق، وكان فيه هرمون أنثوي فبتطلع الأنثى طبيعية. تمام؟ الأنثى في هذه الحالة بتكون إيش؟ طبيعية الشعر. يعني البي ذكور وإناث صلع، البي بلس بي بلس ذكور وإناث طبيعية الشعر. لكن البي بي بلس نركز فيها كويس، البي بي بلس بيكون الذكر أصلع والأنثى إيش؟ والأنثى طبيعية. تمام؟ طيب نشوف الآن أسئلة على هذا الموضوع. نشوف السؤال، بديت أنا في كتابته في الفاصل. منيح، خلينا نكمله مع بعض. تزوج
شاب غير محدد بالنسبة لعمل ألوان، أصلع، كان أبوه طبيعي الشعر. من فتاة سليمة من عمل ألوان طبيعية الشعر، فأنجبا بنت صلعاء. طبعا بنت صلعاء يعني الصلع في الإناث ما بيكون زي حكايتنا هيك نظاف، لا بيكون عندها شوية هيك خفيف الشعر، أما ما بتكون صلعة زي حكاية الذكور زي حكايتي مثلا. فأنجبها بنت صلعاء مصابة بعمل ألوان. تمام. طيب حدد الطرز الجينية للأبوين والبنت. ما احتمال إنجاب ولد طبيعي الشعر سليم من عمى الألوان؟ تمام. فإذا سؤال: شاب غير محدد بالنسبة لعمى الألوان، أصلع لكن أبوه كان إيش؟ طبيعي الشعر. تمام. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. من فتاة سليمة من عمى الألوان طبيعية الشعر. نشوف الآن إيش الإجابات. طيب يا دكتور حمدي، بي بلس ممتاز. فطوم رائعة. الفتاة يا فطوم بي نو. تمام. الابتهال الذكر والأنثى لهم نفس الطرز الجيني مع اختلاف الطرز الشكلي. ممتاز ممتاز يا ابتهال. إبراهيم رائع. تمام يا فطوم، رجعت عدلت. ممتاز. طيب نشوف الآن هاي الزوج، الزوجة، البنت. بالنسبة له الصلع، الشاب الأصلع يا بي يا بي بلس. الزوجة طبيعة الشعر يا بي بلس يا بي بلس. البنت صلعاء. تمام. فهان أنا أكيد بقول الزوج. تمام. ما دام أصلع لكن أبوه طبيعي الشعر فهو بي بلس. الزوجة طبيعية الشعر بس على أساس إنها خلفت بنت أو أنجبت بنت صلعاء بتكون بي بلس. خلصنا منها. نيجي على عمل ألوان. الزوج يا سليم يا مصاب. الزوجة سليمة، يا سليمة نقية يا إما سليمة لكن حاملة لعامل المرض. أنجبوا بنت مصابة بالمرض. تمام. فبتكون إيش؟ بيكون الذكر مصاب والأنثى الزوجة حاملة لعامل المرض. فبالتالي بنيجي بنكتبهم. هاي بي بلس اكس بي سمول واي. الزوجة بي بلس اكس بي كابيتال اكس بي سمول. طيب الآن ما احتمال، طبعا البنت هذا هي مكتوبة تحت، ما احتمال إنجاب ولد طبيعي الشعر سليم من عمل ألوان. كالعادة زي ما اتفقنا عزل صفات. بي بلس مع بي بلس. هاي بي بلس بي بلس بي بلس. بعدين اكس بي سمول واي اكس بي كابيتال اكس بي سمول. هاي اكس بي كابيتال اكس بي سمول اكس بي سمول اكس بي سمول اكس بي كابيتال واي اكس بي سمول واي. طيب الآن 3/4 اللي هي الذكور صلع وربع ذكور طبيعية. هذه كل واحدة احتمالها ربع. تمام. أنثى سليم ربع، أنثى مصاب ربع، ذكر سليم ربع، ذكر مصاب ربع. فولد طبيعي الشعر ربع ضرب سليم ربع، ربع في ربع ويساوي 1/16.
1/16. طبعا ما بنضرب في نصها لأنه عندي إيش؟ الصفة منيح في صفة يعني مرافقة، هذه الصفة مرتبطة بالجنس. تمام. لكن لو كان دم، فصائل دم، إشي حاجة مع الصلع وقال لي ولد أو بنت، في هذه الحالة بنضرب إيش؟ بنضرب في نص. تمام. هذا بالنسبة للصفات المتأثرة بالجنس، والموضوع يعني بسيط وسهل إن شاء الله. بتقول في صفات معنى غير، طبعا في البروزات في الأغنام. لما أقول لك دائما، لما أقول لك صفة مثلا وجود بروزات سائدة في الذكور ومتنحية في الإناث، على طول بنعرف أنه الصفة متأثرة بالجنس. تمام. أو يختلف الطرز الشكلي في الذكور عنه في الإناث بسبب تأثير الهرمونات الجنسية. تمام. هذه إيش؟ هذه اللي هي متأثرة بالجنس. القرون، البروزات في الأغنام الموجود، المثال الموجود معنا في الكتاب، متأثر. بتتعامل مع الجين، لما يقول لك الجين سائد في الذكور ومتنحي في الإناث، بتتعامل معها على أنه إيش؟ الجين السائد في الذكور اللي هو اعتبريه صلع، اللي مش سائد في الذكور تمام اللي هو إيش؟ تعتبريه كأنه جين الشعر الطبيعي. منيح. طب الصلع الاحتمال الكامل بيكون من 8 وليس من 4 من أهدنا. طيب الآن نشوف قصة الصلع. هم اللهم صل على سيدنا محمد، هم 8. وقتيش أنت صحيح، أنت بتيجي بتقول 3/8 ذكور طبيعية، 3/8 هان من النسل ككل. تمام. واضح، من النسل ككل. ماشي. إذا أنت بدك تعتبره 3/8، في هذه الحالة ما بتضرب في نص. ماشي. ما بنضرب في نص. ولكن إذا أنت بدك تقول 3/4 وتكون محدد ذكور أو إناث، في هذه الحالة بتضرب في نص. تمام. إذا كلامك سليم يا يعني ما بعرف دخل اسم الدكتور حمدي. ولكن إذا كان مثلا قالك شاب فصيلة دمه A طبيعي الشعر، طبيعي الشعر، أنا بدي أقول لك إنه إيش؟ بدك تضرب في نص. لكن إذا أنت بدك تحتمل إنه الأفراد 8 عددهم، بدل ما تقول لي ربع تقول لي الولد ثمن. تمام. 3/8 ثمن، 3/8 ثمن. تمام. ما في داعي في هذه الحالة تضرب في نص. تمام. طيب أيضا الذكر عند الذكور بسبب هرمون. تمام يا نور. أي صفة يقول لك جين سائد في الذكور ومتنحي في الإناث، مباشرة بنضرب إيش؟ بنضرب في نص. تمام. طيب الآن نشوف قصة اللي هي إيش؟ الجينات المرتبطة أو ارتباط الجينات. تمام. فعندنا إيش؟ عندنا سؤال على موضوع الجينات المرتبطة. تمام. الارتباط والعبور. خلينا نشوف الآن موضوع الارتباط والعبور. ناخذ تجربة مورغان، ومن خلال تجربة مورغان احنا بنقدر نحل ايش؟ نحل أسئلة الارتباط. طبعا عندي ارتباط الجينات والعبور. تمام. الآن هذا نوعين، يعني في عندي ارتباط تام بسميه الجينات المرتبطة، وفي عملية العبور. احنا لو أخذنا ارتباط الجينات التام، أو بنسميها الجينات المرتبطة. تمام. الجينات المرتبطة أو ارتباط الجينات بقولنا منيح إنه اللهم صل على سيدنا محمد، بعض الصفات يمكن أن تقع جيناتها على الكروموسوم نفسه. إنه عندي بيكون جينين إيش؟ مرتبطين مع بعض، وهذول الجينين حيورثن كأنهن إيش؟ كأنهن صفة واحدة، كأنهن صفة واحدة. فنشوف الآن الجينات المحمولة على كروموسوم واحد، عددها أكثر من زوج، وتكون قريبة من بعضها البعض، تورث كوحدة وراثية واحدة باعتبارها جزء
من كروموسوم واحد. تمام. طيب كيف الآن هذه الصفات أو كيف التجربة تبعت مورغان؟ مورغان إجا على ذبابة الخل. في ذبابة الخل اللون الرمادي يسود على اللون الأسود، والجناح الطبيعي يسود على الجناح الضامر جي سمول جي سمول. مورغان أخذ أنثى رمادية طبيعية نقية وزوجها مع ذكر أسود ضامر. تمام. الآن لو جينا على حل السؤال كأننا بنحل على توزيع مستقل، هي بي كابيتال جي كابيتال بي سمول جي سمول اف واحد بي كابيتال بي سمول جي كابيتال جي سمول، رمادي طبيعي بنسبة 100%. تمام. طيب الآن مورغان والله قال أنا هذا فعلا طلع معه. قال لي مورغان طب وجد لي الجيل الثاني. بنقول له بسيطة، هاي بيتو بي كابيتال بي سمول جي كابيتال جي سمول ضرب بي كابيتال بي سمول جي كابيتال جي سمول. الآن عملنا توزيع المستقل، بي كابيتال جي كابيتال كابيتال جي سمول بي سمول جي كابيتال بي سمول جي سمول مع بي كابيتال جي كابيتال كابيتال جي سمول بي سمول جي كابيتال بي سمول جي سمول، وعملنا مربع اللي هو بنت. تمام. وزوجنا طلعت معانا النسبة 9:3:3:1. هذه نسبة اللي هو ايش؟ تمام. مندل الثاني التوزيع المستقل. ماشي. طيب يحصل لون الجسم وشكل الجناح ارتباط. صفة العيون صفة مرتبطة بالجنس في ذبابة الخل، يعني ما لناش علاقة في الكروموسوم، احنا بنحكي عن كروموسومات جسمية وليست جنسية. تمام. هذيك مرتبطة بالجنس، محمولة على الكروموسوم الجنسي اكس، لكن احنا بنحكي على الكروموسومات الجسمية. فإذا طلعت معانا النسبة 9:3:3:1. 9 رمادي طبيعي، 3 رمادي ضامر، 3 أسود طبيعي، و1 أسود ضامر. تمام. 9 صفتين، 3 صفة سائدة وصفة متنحية، و1 صفتين متنحيتين. طيب مورغان قال لا والله أنا ما طلعتش معي هذه النسبة. شوف ايش طلع مع مورغان. 3 رمادي طبيعي إلى 1 أسود ضامر. 3 رمادي طبيعي إلى 1 أسود ضامر. هذا اللي طلع مع مين؟ مع مورغان. طيب بنقول له يا رجل غير وبدل، يمكن أنت غلطان. قال لا أنا هي اللي طلع معاي. قلنا له احنا شفنا نسبة 3:1، ولكن وقت ايش؟ لما زوجنا A كابيتال A سمول مع A كابيتال A سمول. هاي A كابيتال A كابيتال كابيتال A سمول A كابيتال A سمول A سمول A سمول، هاي 3:1. قالنا مورغان صحيح، بس انت حضرتك الآن التزاوج والنسبة اللي أوجدت لي إياها هذه لصفة واحدة، ولكن أنا بحكي هان عن صفتين. يا هباد 9:3:3:1 التوزيع المستقل مندل الثاني. تمام. لكن احنا بنحكي هان انه 3:1 لصفة واحدة، لكن هان انا بحكي في السؤال عندي صفتين، صفة اللون وصفة شكل الجناح. طيب الصفتين أخذن نسبة صفة واحدة. وقتاش الصفتين بياخذن نسبة صفة واحدة؟ لما تكون جيناتهم محمولة على نفس الكروموسوم. جيناتهم محمولة على نفس ايش؟ الكروموسوم. يعني الآن مثلا بدنا نطلع مثلا أنا ومثلا وهاي الأستاذ هاني معي، بدنا نطلع مثلا على البحر. لو كل واحد طلع منا في السيارة لحال ما بنصل في نفس الوقت، لكن لو احنا الاثنين طلعنا في نفس السيارة بنصل في نفس الوقت كأنه فرد واحد. إذا وقتاش الجينات أو الصفات تورث كصفة وراثية واحدة؟ لما تكون جيناتها محمولة على نفس الكروموسوم. فالآن أنا بكتب لكم طبعا اللي هو الحالات ووقتاش أنت يعني النسب وإيش بيكون الحالة الوراثية. فإذا بنرجع لسؤالنا مع مورغان.
هاي بي كابيتال بي كابيتال جي كابيتال جي كابيتال بي سمول بي سمول جي سمول جي سمول. فباجي بقول هاي برسم الكروموسوم بشكل عمودي. احنا طبعا يعني هو الشرح بياخذ وقت كثير، ولكن احنا يعني بقدر ما نستطيع انه الكروموسوم تمام بحطه على شكل عمود وبحط الجينين محمولات عليه. وهي بي سمول جي سمول بي سمول جي سمول، هذه بيرنتس جي، باخذ واحد منهم وهنا بناخذ واحد بي سمول جي سمول وبنزوجهم بكابيتال جي كابيتال بي سمول جي سمول. تمام. فإذا هاي رمادي طبيعي. وبدير بالي من شغله، انه انا لما اجي اقول بي كابيتال بحطش البي كابيتال بي كابيتال على نفس الكروموسوم، بي كابيتال قبالها بي سمول على الكروموسوم الثاني. طيب الآن هذه نيجي على بي 2 بي كابيتال جي كابيتال بي سمول جي سمول كابيتال جي كابيتال بي سمول جي سمول. الجاميطات بي كابيتال جي كابيتال بي سمول جي سمول كابيتال جي كابيتال بي سمول جي سمول. تمام. وايش بنعمل؟ هاي اف بي كابيتال جي كابيتال بي كابيتال جي كابيتال بي كابيتال جي كابيتال بي سمول جي سمول بي كابيتال جي كابيتال بي سمول جي سمول بي سمول جي سمول بي سمول جي سمول. هاي عندي 3 رمادي طبيعي إلى 1 أسود ضامر، إلى 1 أسود ضامر. إذا لما الصفتين ياخذ نسبة صفة واحدة على طول وأنا مغمض بحل على موضوع ارتباط الجينات التام أو الجينات المرتبطة. ماشي؟ طيب نشوف الآن النسب. الاستدلال على ارتباط الجينات التام. 1. السؤال يتحدث عن صفتين متلازمتين، صفتين متلازمتين. 2. طيب نشوف رقم 2. إذا كانت نسبة الأبناء للصفتين 1:1، أنا حزاوج A كابيتال B كابيتال A سمول B سمول مع A سمول B سمول A سمول B سمول. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت الأبناء عكس الآباء، بس بعكس الحرفين الداخليين وهي A سمول B سمول. إذا يا هذه الحالة يا هذه الحالة. طب نسبة 3:1 للصفتين، أنا بزاوج سائد غير نقي مع سائد غير نقي أيضا للصفتين. في عندي نسبة 1:2:1 للصفتين، بيكون عندي الارتباط بين جين سائد وجين متنحي. تمام. طيب في عندي اللهم صل على سيدنا محمد. السداد الثالث انه بقول لي جيني الصفة محمولين على نفس الكروموسوم وعلى فرض عدم حدوث عبور. وعلى فرض عدم حدوث عبور. يعني الآن هذه النسب
في حالة ارتباط الجينات التام. هذه يعني هي اللي بتتكرر غالبا معانا، تمام. أو إنه يقول له، أو يقول لي جيني الصفة محمولين على إيش؟ على نفس الكروموسوم، تمام. طيب هذا بالحل. يعني لو كتبنا أي سؤال حتكون حل عن النسب هذه. يعني لو قلت لك مثلا في سلالة من الأسماك جين مثلا اللون الأسود يسود على الأبيض، وجين الطول يسود على جين القصر، أجري تزاوج بين ذكر وأنثى كلاهما أسود طويل، فكانت الأبناء بنسبة 3 أسود طويل إلى 1 أبيض قصير، على طول بتحل على الحالة هذا إنه إيش؟ إنه صفتين أخذن 3 ل1، معناته إيش؟ معناته ارتباط جينات تام. طيب خلينا بس نيجي لما، أو اللي سألنا على قصة إيش؟ على قصة لما يكون الصفتين محمولات على الكروموسومات الجنسية، تمام. ففي سؤال في الامتحان ورد قال: تزوج شاب سليم من عمل ألوان ومن نزف الدم من فتاة سليمة من المرضين، فأنجبا طفلين ذكرين، الأول سليم من عمل ألوان ومصاب بنزف الدم، والثاني مصاب بعمل ألوان وسليم من نزف الدم، تمام. حدد الطرز الجينية للآباء والأبناء، تمام. طيب يا أستاذ كيف بنجيب الاحتمال لما يكون الصفتين مرتبطتين بالجنس؟ يلا هاي سؤال، تمام. هاي سؤال. الصفة أو الصفتين بياخذوا نفس نصفة الصفة الواحدة يا بتول، تمام. ما لنا علاقة في الصفة الثانية. أنت تتعامل مع الصفة لحالها، فالصفتين بياخذوا نفس النسبة. الآن بحلك أو بعطيك مثال على هذا السؤال، تمام. فنشوف الآن السؤال. حاضر الآن يا حسن، هذا خليه للحصة الجاية، ولكن بحاول أجاوب لك إياه إن شاء رب العالمين، تمام. بحاول أجاوب لك يا حسن الآن السؤال فيما تبقى معنا من الوقت. طيب يلا نشوف مع بعض كيف ممكن نجاوب على هذا السؤال. شاب سليم من عمل ألوان وسليم من نزف الدم، تزوج من فتاة سليمة من المرضين فأنجبا طفلين ذكرين، الأول سليم من عمل ألوان ومصاب بنزف الدم، والثاني مصاب بعمل ألوان وسليم من نزف الدم، تمام. طيب الآن نشوف مع بعض. باجي بقول الزوج سليم من عمل ألوان، شوف بحط واحد فوق وواحد تحت، وسليم من نزف الدم، ماشي. هاي سليم من عمل ألوان، ولو حطيت البي والاتش جنب بعض أيضا بيمشي، ما في عندنا مشكلة. نيجي على الفتاة، قال لي الفتاة سليمة من المرضين، بس أنا مش عارف إيش طرزها الجيني. طب كيف أنا بحدده؟ من الأبناء. قال لي أنجبوا طفل ذكر سليم من عمل ألوان ومصاب بنزف الدم، وأنجبوا طفل ذكر مصاب بعمل ألوان وسليم من نزف الدم، تمام. يا أستاذ، الواي الولد بياخذ الواي من الأب وبياخذ الإكس من الأم، معناته أنا بنقل الإكسين بنقلهم للأم. كمان مرة بكتب الطرز الجيني للأبناء، تمام، وباخذ الواي للأب والإكس للأم. أنا المجهول عندي الإكسين تبعات الأم، فبالتالي بقول والله الأول بي كابيتال اتش سمول أخذها من الأم، والثاني بي سمول اتش كابيتال أخذها من الأم. وهيك طبعا احنا أوجدنا اللي هو إيش؟ الطرز الجيني للأم، هي بي كابيتال اتش كابيتال اكس بي كابيتال اتش سمول اكس بي سمول اتش كابيتال، تمام. هاي
X B capital H capital B capital H small X B capital H capital X B small H capital X B capital H small Y X B small H capital Y. تمام. وهذه ايش؟ تمام. الآن لو جينا على الاحتمال، قال لي ما احتمال إنجاب أنثى على سبيل المثال سليمة من نزف الدم؟ حاضر يا بتول، حاضر. أنثى سليمة من نزف الدم، هذه ربع وهذه ربع وهذا ربع وهذا ربع. تمام. احتمال إنجاب أنثى، سيبنا من الصفة الثانية، أنثى سليمة من مثلا عمل ألوان، بقول هاي ربع وربع نص. إذا احتمال إنجاب إناث سليمة من عمل ألوان نص. أوكي. احتمال إنجاب ذكر سليم من عمل ألوان ربع. احتمال إنجاب أنثى أو ذكر مصاب بعمل ألوان ربع، وهكذا. تمام. ماشي. فإذا هان أنا بأخذ الصفة لحالها، ما ليش علاقة في الصفة الثانية. لكن لو حدد لي الصفتين معا بطلع على الفرد اللي بيحمل الصفتين وبشوف ايش احتماله، لأني بتعامل مع الصفتين كصفة واحدة. تمام. طيب نشوف الآن في سؤال، بس يعني احنا صحيح هذا موضوعنا للحلقة القادمة. تمام. بس نجاوبك على السريع عشان ناخذ سؤال. فسؤال إحسان بيقول إنه شخص طرز الجيني A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول. ال A كابيتال وال B كابيتال جينات محمولات على نفس الكروموسوم، يعني ال A سمول و B سمول جيناتهم محمولات على نفس الكروموسوم. تمام. طيب الآن بيقول لي هذا الفرد ال A كابيتال وال B كابيتال مرتبطان والمسافة بينهما 25%. طبعا هذا حنحله، أنا يعني الموضوع حناخذه الحصة الجاي، بس يعني من حياة ومن موت خلينا نحل لك إياه. فالآن كيف أنا بوجد الجاميطات في قصة الارتباط؟ إنه أنا بضاعف الكروموسومات، بعدين بعمل عبور. بعد العبور A كابيتال B كابيتال ببدل الحرفين الداخليات هذا وهذا، A كابيتال B سمول A سمول B كابيتال A سمول B سمول. الآن هذا بدي أعمله تلقيح اختباري، بدي أزوجه مع فرد متنحي. تمام. وهي A سمول B سمول. واضح؟ طيب الآن اللهم صل على سيدنا محمد. المسافة هي نسبة تكرار العبور، وهي مجموع التراكيب الجينية الجديدة. ف25 يعني هذا 12.5 وهذا 12.5. تمام. واضح؟ هذا مجموع التراكيب الجينية الجديدة. ماشي. طيب الآن هذا احتمالها 1. الباقي طبعا ال 75 أنا منيح بقسمهم على 2. تمام. بيطلع 37.5 كل واحد. تمام. هان الأبوية 37.5 37.5. تمام. هذا بالنسبة للأبوية. الآن أنا بدي أخذ هذا احتماله قديش؟ لو قلنا ال 12.5 اللي هي نص الربع، يعني لو بدنا ناخذها نحولها لكسور ثمن. تمام. فهو قال لي إيش احتمال إنجاب فرد طرز الجيني A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول. A كابيتال A سمول B سمول B سمول. مظبوط. أيوة. فبقول هذه مع هذه فبيكون ثمن، وعلى أساس إنه طلب مني ذكر فبضرب في نص، فثمن في نص يساوي 1/16. تمام يا هاني يا إحسان؟ هذا إن شاء رب العالمين موضوع يعني بنفصله بالتفصيل في الحلقة القادمة. تمام. طيب ظل معنا سؤال واحد ناخذ يا باشمهندس هاني. تمام. وإن شاء الله بنخلص. سؤال 2015. في سلالة من العصافير أجري تزاوج بين ذكر برتقالي الريش طويل الذيل مع أنثى صفراء الريش قصيرة الذيل
فكان الناتج 5 ذكور برتقالية قصيرة إلى 5 ذكور صفراء طويلة إلى 5 إناث حمراء قصيرة إلى 5 إناث صفراء طويلة. وطلب مني حدد الطرز الجينية للآباء والأبناء. تمام. طيب الآن باختصار يعني على أساس أنه دهمنا الوقت، أنه هان عندي في اللون عندي أحمر وأصفر وبرتقالي. هذا ورد في امتحانات نهاية العام السؤال في 2015. فبقول الأحمر R، الأصفر Y، البرتقالي RY. طيب طويل T كابيتال، قصير T سمول. طيب هذه لأنه قسم إلى ذكور وإناث وبنسب متساوية فمعناته إيش؟ معناته مرتبطة بالجنس، وهذا عصافير طيور ZZ W. قال لي الأنثى صفراء قصيرة، هذه فيش عليها خلاف. تمام. الذكر برتقالي RY، لكن أنا مش عارف التي كابيتال تي سمول إلى آخره. قال لي أنجبوا ذكور برتقالية قصيرة، يعني RY تي سمول. طب من هان أنا بستنتج إنه الR كابيتال معها تي سمول والY كابيتال معها إيش؟ تي كابيتال حيكون على أساس يكون طويل، ممكن أجيبها من الإناث. تمام. هيك أنا أوجدت إيش الطرز الجينية منيح للأبناء. هاي زد واي كابيتال تي سمول، وهاي دبليو، هاي زد ار تي سمول، زد واي تي كابيتال. تمام. والآن بنعملهم عملية تزاوج. زد ار زد واي هاي تي سمول، زد واي كابيتال تي كابيتال واي كابيتال تي سمول، زد ار كابيتال تي سمول دبليو، وزد واي كابيتال تي كابيتال دبليو. هاي ذكور برتقالية قصيرة، ذكور صفراء طويلة، إناث حمراء قصيرة، إناث صفراء طويلة. تمام. هذا إيش؟ هذا بالسؤال. إذن إيش عرفني السؤال؟ أنه مرتبط بالجنس، قسم إلى ذكور وإناث. إيش عرفني؟ أنه الجينين محمولات على نفس الكروموسوم، أنه كانت النسب متساوية بين الأبناء والذكور. طبعا من خلال بكتب الطرز الجينية للأبناء، من خلالها بقدر إيش؟ أحدد الآباء. تمام. طبعا هذا حيكون له إن شاء رب العالمين الموضوع تتم في اللقاء القادم. طبعا حنكمل اللي هو موضوع العبور والخرائط الجينية، الاختلالات الوراثية إن شاء الله، وما نستطيع أن نتمه. وليلة الامتحان إن شاء رب العالمين في عنا لقاءين من خلالهم حنراجع اللي هو المادة بشكل عام. إلى أن نلقاكم أعزائي الطلبة يوم الخميس القادم إن شاء الله الساعة 5:30. لكم تحياتي، أنا الأستاذ إبراهيم إدعيج، ومن خلف زجاج المراقبة مهندس الصوت المبدع والرائع الأستاذ هاني أبو عنزة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج المراجعة الشاملة والمباشرة المتفوقون ومادة الأحياء.